الاس 26 الترا اهم الاضافات والتغيرات الاكيده. التصميم، شكل الكاميرات صارت اقرب لاجهزه الفولد، والحواف صارت اخف من الاس 25 الترا، والالوان ابرزها اللون الاورنج الجديد الاقرب كلش للون الايفون 17 البرو ماكس، وايضا الابيض والاسود والفضي والبنفسجي. ومن ناحيه الاداء، سامسونج راح تطرح الجهاز بمعالجين الاكسينوس ال 2600 اللي راح يغطي الاسواق بنسبه 25%، والسناب دراجون 8 إليت جين 5 اللي راح يغطي الاسواق بنسبه 75%. والجهاز راح يجيب احدث واسرع رام ال LPDDR6X، والكاميرات كلها نفس الشيء ما عدا كاميرا التليفوتو صارت 12 ميجا بكسل، والترقية الكبيرة هو على الكاميرا الأساسية ال 200 ميجا بكسل، كانت بفتحة عدسة 1.7 صارت بفتحة عدسة 1.4، يعني راح يكون أفضل في الإضاءة المنخفضة والتصوير الليلي. واخيرا سعة البطارية زادت الى 5200 ملي امبير، والسرعة الشحن صارت 60 واط، والشحن اللاسلكي صارت 25 واط. وهاي هي ابرز التغيرات الاكيدة لحد الان. شنو رايكم بي؟ وهل هاي التغيرات راح يخليك تنتقل للاس 26 الترا لو لا؟ كتبوا لي في التعليقات، وفي امان الله.